السلام عليكم. النهارده معانا حلقه جديده وهي حلقه مباراه الاهلي وبيراميدز. مباراه اكون او لا اكون، المباراه اللي بالنسبه للنادي الاهلي فهو لازم يكسبها عشان يكمل في سباق المنافسه على الدوري. اما بالنسبه لبيراميدز فلازم يكسب المباراه عشان يبعد عن النادي الاهلي ويضمن ان هو ياخد اول دوري في تاريخه. ايه اللي هيحصل وايه اللي هيجرى في المباراه؟ مباراه وقوائم الفريقين لا تقبل القسم على 2 نهائيا. لازم فريق يكسب المباراه دي. فهنخش نشوف نقط قوه وضعف الفريقين، ويلا بينا نبتدي الحلقه ونبدا بتشكيله الفريقين. بالنسبه للنادي الاهلي فيبدا بنفس التشكيله اللي نهى بيها مباراه الهلال السوداني. حراسه المرمى محمد الشناوي، قدامه 2 رامي ربيعه واشرف داري، على اليمين محمد هاني، على الشمال يحيى عطيه الله، قدامهم 2 اكرم ومروان، قدامهم امام عاشور، على اليمين طاهر، على الشمال بن شرقي، قدامهم جريدي شار. بالنسبه لبيراميدز فيبدا باحمد الشناوي، علي جبر، احمد سامي، محمد الشيبي، محمد حمدي، ابراهيم بلاتي توريه، وليد الكارتي، قدامهم رمضان صبحي، على اليمين مصطفى فتحي، على الشمال ابراهيم عادل، قدامهم فيستون مايلي. الفرقتين بيلعبوا ب 4-2-3-1، بس هتفرق في المباراه مين هيدافع ومين هيهاجم. ومن هنا هنخش على نقط ضعف وقوه الفريقين، ونبدا بنادي بيراميدز. نادي بيراميدز النقط قوه كلها اللي هو بيستحوذ على الكوره كتير، بيضغط ضغط عالي، عنده اوراق هجوميه فعاله جدا، وعنده الاطراف اخطر حاجه بالنسبه لبيراميدز. بالنسبه لبيراميدز فنقطه قوته هي الثلاثيات اللي هو بيعملها، من اذا كان من على الطرف الشمال مع محمد حمدي بيضم عليه رمضان صبحي مع ابراهيم عادل بيبقوا 3-2، او على الناحيه الثانيه فبيبقى الشيبي ووليد الكارتي ومعاه مصطفى فتحي. لو الكوره مع بيراميدز في ناحيه الشمال فمحمد حمدي بيدي الكوره رمضان صبحي، رمضان صبحي بيدي ابراهيم عادل، ابراهيم عادل بيعمل بالعرض، بيبقى فيه فيستون ميلي في المنطقه، وابراهيم بلاتي توريه بيبقى في الحته الفاضيه اللي ورا رمضان صبحي، لما بيسيبها بيروح على الطرف الشمال فبيبقى في زياده عدديه في منطقه الجزاء. لو الكوره عدت من فيستون مايلي وعدت من ابراهيم بلاتي توريه بتلاقي الناحيه الثانيه مكمل مصطفى فتحي لوحده خالص. معظم اهداف بيراميدز اللي جابوها السنه دي كانت من نفس الكوره دي، انطلاقات من على الطرف، ثلاثيات، الكره تلعب بالعرض يقابلها فيستون مايلي او ابراهيم بلاتي توريه او اللي مكمل من على القائم الثاني وبيسجل هدف نادي بيراميدز اذا كان في الاهلي او في الزمالك او اي فرقه في الدوري. دي اخطر نقطه قوه عند نادي بيراميدز، هي الثلاثيات اللي بيعملوها كويس جدا والمثلثات اللي بيعرفوا يعملوها. انا عايزك تمشي معايا الدنيا، اعتبر ان ده بيراميدز وده الاهلي، يعني مشي معايا الدنيا، ما عنديش تيشيرتات. بالنسبه لنقط ضعف بيراميدز هي بطء خط الدفاع بتاعهم، عندهم احمد سامي وعلي جبر بيلعبوا ما بعد نص الملعب، ففي الهجمات المرتده بقى بطاء جدا، مع زيادات الشيبي، مع زيادات محمد حمدي، مع اصلا نص ملعب قدام، فبيبقى في فراغات ما بعد نص ملعب بيراميدز يقدر بسرعات اي حد يقدر يستغلها ويسجل هدف. وبالنسبه لنقطه ضعف ثانيه فهي المساحات اللي بتبقى ورا الشيبي ورا محمد حمدي بسبب انطلاقاتهم قدام، فبيبقى في مساحات كتيره قوي ورا، بس قدام ده هم بيعرفوا يضغطوا كويس قدام عالي وبيقدروا يسترجعوا الكوره في اسرع وقت ممكن. وعندهم نقطه ضعف كمان وهي الخروج بالكوره من تحت، بالاخص من عند علي جبر ما بيعرفش يخرج بالكوره من تحت، فلو اتضغط عليه جامد بيشلت لقدام وخلاص. فدي كانت ابرز نقط ضعف وقوه فريق بيراميدز. بالنسبه للنادي الاهلي فاحنا مش عارفين كولر هينزل بانهي خطه وانهي تكتيك وانهي حاجه، محدش فاهم له حاجه اصلا كولر ده، بس احنا عارفين ان اخطر اسلحه النادي الاهلي متمثله في 2، اشرف بن شرقي وامام عاشور. امام عاشور الماتش ده لازم يلعب 10 عشان امام عاشور هو الوحيد اللي عارف يطلعك من الضغط العالي بتاع بيراميدز بكوره واحده، ممكن يلعب لك ثرو طويل يودي اشرف بن شرقي او طاهر او جرديشار انفراد. راح ده اللي عرف تطلع بيه من النادي الاهلي، اللي هو بيلعب الكره الطويله على الاطراف ومنها يقدر النادي الاهلي يعمل خطوره. بالنسبه لنقط ضعف النادي الاهلي فهي في خط دفاعه ونص ملعبه. النادي الاهلي ما بيعرفش يخرج بالكره من تحت ضغط، نص ملعب النادي الاهلي لما بينضغط عليه بطريقه شرسه بيغلطوا كتير وبيشلتوا اي حاجه، زي ما شفنا في الماتش اللي فات كذا كوره اكرم توفيق قلش فيها وقلش فيها عطيه الله وكان بتسبب خطوره على النادي الاهلي. فلازم كولر يلعب بحد في نص الملعب يعرف يخرج النادي الاهلي من تحت الضغط، وهو يبقى امام عاشور. لو قرر لو يلعب بيه 10 قرر يلعب بيه 10 وما يفتكسش ويلعب وينج زي ما عمل الماتش اللي فات. اوفرول الفرقتين متشابهين بس بالنسبه لبيراميدز هو عنده نقطه تفوق اللي هو بيعرف اللي احنا فاهمينه هو بيلعب ازاي، وعنده خطه وبيعرف يخرج بالكوره وعنده ثنائيات. بالنسبه للنادي الاهلي فكولر احنا مش عارفين هينزل بانهي وش، هينزل بكولر الجبان ولا كولر الشرس. بس انت كنادي الاهلي لو نزلت ضغطت على بيراميدز وسط الجمهور والناس ده فلاعيبه بيراميدز هتتوتر وهتقدر انك تخطف جون، وبيراميدز لما بيخش فيها جون في اول 10 دقايق ربع ساعه بتفرط منهم، زي ما شفنا الماتش اللي فات الاهلي قدر اللي هو يجيب جونين في 3 دقايق بس مع بدايه الشوط الثاني لما استرجلوا اللعيبه وكولر كولر اللي هو يظبط الدنيا والنادي الاهلي يضغط مع ضغط الجمهور، قدر يسجل هدفين في بيراميدز وكمان كان هيكسب في اخر المباراه بكوره امام عاشور، بس قدر انه يضيع ضربه الجزاء. هيبقى ماتش حلو، هيبقى ماتش ممتع. لو تسالني كزملكاوي عايز الاهلي يكسب ولا بيراميدز، لمصلحه الزمالك بيراميدز يكسب، بس احنا عارفين الزمالك اصلا ممكن ما يكسبش الماتش بتاعه، بس انا مش عايز اشوف بيراميدز دي بترفع دوري خالص.
انا مش عايز اشوف بيراميدز بتكسب دوري، مش عايز اشوف بيراميدز تلعب في دوري ابطال افريقيا، فان شاء الله الاهلي يقدر يكسب المباراه دي. بس كده دي كانت نهايه الحلقه. لو قدرت افيدك وقدرت ان اوصل لك معلومه، اعمل لايك وشير وسبسكرايب واشترك في القناه عشان تستنى كل اللي جاي اول باول. والسلام عليكم.